الدعم ده انت مش هتقدري تتخلصي منه يعني مره طبعا. واحده. محدش هيستحمل. فلو انت جيت النهارده اتكلمت في كهرباء بدون دعم مطلق وغاز بدون دعم مطلق، الناس مش هتستحمل. ده عايز الاول اغني الناس، اغنيهم، بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1500 2000. فامتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته، سواء صحه او تعليم او حياته؟ سنتين. سنتين؟ طبعا. ده معدل سريع. سنتين هيحصل تحسن. يحصل تحسن. تعمل عشان يبقى في امل حقيقي للمصريين، بس الاهم منهم اللي هم اللي مش قادرين، اللي ظروفهم صعبه، عشان نحسن احوالهم. صحيح احسن احواله بان هو بعد ما كان بيعمل 20 جنيه ولا 10 جنيه في اليوم يعمل 30 و40 جنيه في اليوم، يبقى انا حسنت. انا بطلب من كل مصري، ثم على رأسها الحكومة، على كل مسؤول في مصر، من فضلك حط ايدك في ايد مصر عشان مصر تقوم. ما تخليش في فرصة للانتهازية وللاستغلال وللضغط على الغلبان دلوقتي، لا دلوقتي ولا حتى بكرة، عشان المواطن الغلبان ما يعنيش، وعشان الدولة تقف جنب اللي مش قادر. ما انا واحد منكم وعارف كويس الناس اللي ظروفهم صعبة بيعيشوا ازاي. وانا بقول لكل اللي بيسمعني، خاصة الناس اللي هم ظروفهم صعبة، ان شاء الله اخر الشهر ده هتكون الدولة خلصت تدخلها لتقليل الاسعار بشكل مناسب. شرعت مؤسسات الدولة في مكافحة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عن طريق توفيرها بأسعار مناسبة بمنافذ ثابتة ومتحركة. كما أصدرت توجيهاتي بقيام صندوق تحيا مصر بتمويل عدد من المشروعات والمبادرات التي يستفيد منها محدود الدخل والبسطاء. عينينا على الإنسان المصري البسيط اللي هو ظروفه صعبة، عينينا عليه كويس قوي. والتوجيه انا بقوله بكرره تاني قدامكم، لن يحدث تصعيد في الاسعار مهما حصل، ومش هيحصل حاجه للدولار يعني، لكن بقول مهما حصل للدولار. انت الجيش مسؤول والدوله مسؤوله معايا. ماشي يا فندم؟ وعد ان شاء الله، وعد ان شاء الله. احنا لو نقدر طبعا ده وعد ان احنا نحافظ على الاسعار دي، خاصه كمان كل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. في بعض الموضوعات باختصار شديد. الموضوع الاولاني خاص ب ارتفاع اسعار السلع الاساسيه وتاثيرها على فئات الشعب محدوده الدخل. والحقيقه انا كنت طلبت من الحكومه ومن القوات المسلحه انها تبذل جهود للحفاظ على هذه الاسعار وعدم ارتفاعها، حتى لو ادى ده، او حتى لو كان في هناك تذبذب في سعر الدولار وارتفاع لسعره. وبطمن الشعب المصري وبطمن كل الناس البسطاء، بقول لهم لا احنا منتبهين قوي لكم وعارفين ان انتوا بتعانوا ومش هنسيبكم تعانوا كده. ونسعى في هذا الإطار لتحقيق العدالة الاجتماعية ونضع مصلحة محدود الدخل والفئات الأولى بالرعاية صوب أعيننا. احنا واحنا بنعمل الإجراءات ديت عينينا على المواطن اللي هو البسيط، المواطن اللي هو دخله محدود. فامتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته، سواء صحه او تعليم او حياته؟ سنتين.
سنتين؟ طبعا. ده معدل سريع. سنتين هيحصل تحسن. يحصل تحسن.